بعض الأسواق الناضجة اللي مستوى الدخل فيها مرتفع لو أنت دخلت فيها بمنتج سعره قليل مش هيبيع، في حين إن الأسواق المحلية عندك الفرايتي والاختيارات إنك تستهدف أنهي سوق من اللي موجودين وأنهي عميل من الموجودين. جه الرابع قال لك طيب أنا هدمج الاتنين في بعض وهروح أشتغل 3 4 سنين أكون فيهم نفسي وبعد كده أرجع أفتح بيزنس هنا. خلي بالك إن الفترة اللي أنت بتكون فيها نفسك هي الفترة اللي أنت بتبني فيها تصوراتك ومعتقداتك وخبرتك في السوق. يعني لو انت خدت خبرة السوق الاماراتي وبدأت تشتغل مع العميل اللي بيتعامل في السوق الاماراتي سواء اماراتي او اجنبي بمستوى الدخل اللي انت عايش فيه هناك، صعب جدا انك انت ترجع تتعامل مع العميل المصري بحياته بمشاكله بمستوى الدخل اللي هو عايش فيه هنا. النقطة التانية انك انت لو عشت فترة طويلة في مكان من الصعب جدا انك انت تغيره. يعني بعد الكام سنة اللي انت بتقول عليهم دول لو فكرت ترجع هترجع تقول ايه عندنا هناك كنا بنعمل كذا، عندنا هناك كنا بنعمل كذا، في حين ان ده مش الموجود هنا.